يعني الاهلي بعد ما كسب الزمالك يقدر ياخد الدوري عادي؟ طب ازاي؟ تعالى وانا اقول لك فرص حصول الاهلي على الدوري. يقدر ياخد الدوري ازاي بعد فوزه على الزمالك؟ ومفيش شيء مستحيل مبدئيا كده يا جماعه. يعني النادي الاهلي بعد فوزه على الزمالك وصل للنقطه رقم 47، وكل فريق ناقص له ماتشين. الاهلي ناقص له ماتشين، الزمالك ناقص له ماتشين، بيراميدز ناقص له ماتشين. طب دلوقتي الاهلي يقدر ياخد الدوري ازاي؟ اول حاجه ان النادي الاهلي يعني عنده الماتش اللي جاي مع انبي والماتش اللي جاي مع المصري. يكسب انبي يكسب المصري هيوصل للنقطه رقم 53 في الدوري. طب دلوقتي النادي الاهلي برضه يقدر ياخد الدوري ازاي؟ دلوقتي حالا النادي الزمالك عنده الماتش اللي جاي سموحه، يتعادل مع سموحه. الماتش اللي بعده سيراميكا، يخسر من سيراميكا او يتعادل مع سيراميكا. لو خسر من سيراميكا هيوصل للنقطه رقم 51. لو اتعادل مع سيراميكا هيوصل للنقطه 52. نيجي بقى لبيراميدز. بيراميدز عنده 50 نقطه وعنده ماتشين. الماتش اللي جاي سيراميكا والماتش اللي بعده سموحه. دلوقتي حالا الماتش اللي جاي مع سيراميكا هيكسب بيراميدز، وقول الماتش اللي بعده يتعادل مع سموحه، وهو كده يوصل برضه للنقطه 51. وكده النادي الاهلي في نهايه الموسم هو اللي يتوج بالدوري برصيد 53 نقطه، او حتى على الاقل لو ما قدرش النادي الاهلي يفوز بالدوري واي فريق فاز بالدوري الزمالك او بيراميدز، يقدر النادي الاهلي يوصل للنقطه 53، وكمان يقدر يلعب دوري ابطال افريقيا مش كونفدراليه. بس اهم حاجه ان النادي الاهلي يكسب الماتشين اللي جايين، يعني ما يبصش خالص على النتائج. لا، انت اكسب وسيب النتائج بتاعت ربنا، ومفيش شيء مستحيل. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه ان شاء الله بعد فوز الاهلي على الزمالك النادي الاهلي يقدر يكسب الماتشين اللي جايين، وباذن الله يتاهل لدوري ابطال افريقيا ويكسب الدوري، ولا هيتاهل لدوري لابطال افريقيا بس، ولا هيتاهل لدوري ابطال افريقيا ولا هيكسب الدوري وهيلعب كونفدراليه. كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه تتوقع النادي الاهلي يختم اول ولا تاني ولا تالت؟ كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه.